قالها فوزي: أنا ما عنديش حاجة فيك، علاش ندخل في حياتك؟ أنا كان فراقي بيك من هذيك الليلة اللي صرا فيها واش صرا، ما عندي حتى حاجة تربطني بيك ولا تهميني. يبا وعلاش نحرضوا عليك أنا؟ هي ما كانتش حابة تسكت وبقات غير تعيط وتبهدل فيه. فوزي دخل الدار وغلق الباب بوجهها وعيط لدارهم، قال لهم أروحوا ردوها، ما راهيش كامل مليحة. بعد 15 دقيقة جاو دارهم ورفدوها. من بعد المهم داروها دارهم حالتها تغيظ، تقول طلابة مسكينة بعد ما كانت بشانها وقدرها وألف راجل يتمناها. سألت فوزي قلت له: انت دخلت بينها وبين راجلها؟ قال لي: والله وراس ولادي العزاز ما عندي حتى علاقة بخراب دارها، وديجا كامل خبارها نسمع فيهم غير من عند صحابي. فاتوا الايام وشهور وشاهيناز محبوسة في دارهم حتى اهلها سافروا من الولاية كامل وراحوا الولاية اخرى. من ذاك اليوم ما نعرفوش عليها حتى خبر. فوزي عمره ما كنت نحسه حبها ولا متوحشها، تقول في حياته ما عرفها. سألته عليها واحد الليلة كنا سهرانين على كاس أتاي، قلت له: كيفاش قدرت تنساها بكل بساطة؟ تقول عمرك ما حبيتها. قال لي: والله يا سميرة غير تقول ربي صحاني من منام ماشي مليح، كنت نوم فيه. صدقيني كانت متكبرة بزاف وتضحك وتمسخر على خلق ربي. نورمال ما عندها حتى ضمير، وعمرها ما نحسها تغير عليا ولا ديما رافداني فيها، واذا داوسنا تجور غير انا اللي نرجع لها، ما هي لا ما عندها حاجه فيا. عمري ما ننسى واحد النهار كنا في البحر نحوسو، شفنا طفله قليله مسكينه، يعني ما عندهاش، تخزر فيا. هي دارتها تمسخير، وحتى قلت لها: هذا ماشي نتاع وجهك اللي راكي تخزري فيه. مسكينه هذيك الطفله غاضتني، صفارت وحشمت وراحت. قلت لها: عيب عليك واش قلتي لها، علاه تقولي لها كيما هكذا؟ قالت لي بضحكه واستهزاء: اذا عجبتك تزوج بها. قلت لها: وعلاش لا اذا تستاهل قلبي؟ هي زعفت ودارتها حكايه وتنايفنا اكثر من شهرين. انا حيرتني وقلت في قلبي: عندك الحق كي سمحت فيها نورمال. هو شاف فيا وشد لي يديا وقال لي بصوت بزاف حنين: والله غير انتي ما رانيش فاهم وعلاش ما كنتيش متفاهمه مع راجلك، من الرغم انك بزاف مليحه في كل شيء، وهو يعني نعرفه وليد فاميليا. قلت له: ما كناش متفاهمين. قال لي: قلتها لك خطره ونزيد نعاودها لك، انتي بزاف رزينه وحنينه، وممكن نكون معاك نحس روحي مرتاح بزاف. نهار حبيت نخطبك يما ما حبيتكش وقالت لي تزوج بطفلة عزبة خير. قلت لها: عندي انا نورمال، حب وحدة تفهمني وتحس بيا، ما يهمنيش اذا كانت متزوجة ولا طفلة. كي قالت لي عليك طاطا حليمة وشكراتك اللي انا كنت نثيق فيها بزاف ونعرفها ما تكذب ما تخبي عليا. وكما كان الحال صدقت في كلامها. فوزي كنت عايشة معاه في رحمة ربي، كان حنين عليا بزاف وفي ولادو يحبنا بزاف. صح حبيت مراد وعشقته، مي كان يضربني ويعايرني ويسبني ويغزلني، يعني يذكرني. اما فوزي عمره ما كان هكذا، كان بزاف حنين ورزين. عمري ما نحسه كارهني ولا يغازلني ولا يجرحني، مقدرني بزاف وحتى يخرج ويشري لي. يعني فوزي فيه بزاف طبايع ملاح، كان بزاف مليح معايا، ماشي كامل كيما مراد. عمره ما خلالي عفسة في بالي ولا في قلبي، وحتى عيد ميلادي كان يديرهولي بالطبع والشان. الصراحة صبرت وسفريت على جال واحد عمره ما عرف قيمتي، وفي التالي ربي فرحني مع الشخص اللي والمني. المهم فوزي كان ناجح بزاف في حانوته وفي خدمته، وزاد كبر في الحجم تاع المساحة تاع الحانوت نتاعو، ولا يسلع لبسة بزاف ماركة وشابة. ذراري صاروا عندنا 5 ما شاء الله والحمد لله على النعمة. وشرانا فوزي دار قدام البحر كنا نروحوا لها ايام الصيف،
مراد صاروا عنده 2 دراري وطفلة، وسامية زادوا عندها 2 فوق الولاد تاوعها اللي كانوا عندها 3. ياسمين كانوا عندها 2 وزادت 4 اخرين. مع عمرها ما عاشت مليحة مع الزوج تاعها، ومام غير تاع بوليتيك ومشاكل والعياذ بالله، يتمشى لها الشر في عروقها. وراجلها كان صابر معاها غير على جال ذراري، ما حبهمش يتيتموا. مي يتزوج في السر وخبر غير خاوته بزواجه. محمد قال لسامية، وسامية هي اللي حكت لي. اما مراد خبى السر في قلبه، ما حكاش لمرته، باسكو على بالو لو كان يخبر مرته تفضحهم لياسمين. اذا خلط فيها ولا تهاوشوا تعايرها براجلها. هذه هي حكايتي باختصار. انا نقولكم عمره الواحد ما ينحي رحمة ربي من باله، باسكو ربي ما فيه غير الخير. هذه هي حكاية صديقتنا اللي حكيت لنا اليوم. انا نقولكم على حساب رأيي ولا العبرة اللي لازم نهزوها من هذه القصة، انه اولا ما لازم ندخلوا حتى واحد في حياتنا، وما لازم نحكيو لحتى واحد المشاكل اللي بينك وبين الزوج تاعك. يعني اي حاجة تصرى بينك وبين زوجك تبقى بيناتكم. وثانيا انه الواحد مهما صرى له في حياته، يعني مهما صعبت عليه وجوا مشاكل ولا مرة طلقت، ولا لازم دائما تشد في ربي وتبقى دائما عندها ثقة في ربي سبحانه انه راح يجي نهار ويفرج عليها ويعوضها على كامل واش صرا لها، لانه انما بعد العسر يسرا. ان شاء الله تعجبكم القصة، وانتم ثاني اعطونا رايكم في التعليقات. اذا عجبتكم القصة خلوا جيم وكومنتير، وتابعوا القناة باش اي قصة جديدة نحطها راح تكونوا من الاوائل اللي تسمعوها. واللي عنده قصة ماذا بينا يشاركها معنا باش كامل نستفادوا. اللي عنده قصة وحابنا نحكيوها يحطها لي في لي كومنتير، ولا نحط لكم من بعد الايميل نتاعي، ابعثوا لي فيه القصص نتاعكم باش نقراها لكم هنايا. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم القصة تاع اليوم. تابعوني في القصص القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.